حلو بس يمشي ب20. امشي يلا امشي غور. النهارده هنجرب الحاجات الجديده منه لاختراعات عجيبه، الكرواسون المربع، دنش قدرة قادر، وملفي بالمانجا وحاجات اكتر. يلا بينا على طول نجرب. تعالوا نبدا بدنش قدرة قادر لان الاسم بصراحه يعني استغربته جدا. احنا قادرين على كيكه قدرة قادر لما هنقدر على الدنش القدرة قادر. تعالوا نشوف. دنش قدرة قادر ب95 جنيه. شوفوا الحجم قد ايه، ما كملش حتى يبقى قد كف ايدي. احطه لكم بس كده في الطبق ونجيب السكينه الحاميه والشوكه زي الناس المحترمين عشان محدش يزعل. نقطعها لكم بالنص كده عشان نشوف من جوه شكلها ايه. اوكي، هي عباره عن دنش، عجينه الدنش العاديه وفيها كريم كراميل. طيب تعالوا بقى كده ايه، لا مش بالشوكه بقى، معلش بقى سامحوني. بسم الله. هي اختراع لذيذ يعني، هو طعمه حلو بس معلش هي ليه ب95 جنيه؟ انت بتحس بطعم الدنش طراوته من جوه وقرمشته من بره، طعم الزبده اللي فيه، الكريم كراميل غناوته كده وكريميته واللبن الحليب اللي فيه مدي طعم غناوه زياده اوفر للحته. لكن ب95 جنيه ليه بجد؟ ليه يعني ليه؟ حلو بس يمشي ب20. امشي يلا امشي غور. نخش على تاني اختراع وهو الملفاي بالمانجو. ودي طبعا بولات صغيره قوي، تايني باولز. في بولات اكبر من كده. المانجو ملفاي دي ب85 جنيه. تمام. طيب كلنا عارفين ان المانجو بيبقى معمول بالكريمه ومن فوق ممكن يبقى ايه، سكر بودره او مربى مشمش مثلا او حتى عسل. تعالوا نجرب ابو مانجا بقى. بسم الله. هو طعم الملفي نفسه حلو يعني، تحس ان طعم الزبده كده باين فيه بس هو مقرمش زياده عن اللزوم يعني، حاسه ان هو بيعض شويه. طعم الكريمه اللي محطوط كريمه غنيه ولطيفه فيها طعم الفانيليا اوفر حلو يعني. المانجا معاه ما ادتنيش طعم وحش، بالعكس ادتني طعم حلو اغنى. لكن كل يعني الطبق كله حلو، لكن اللي مش عاجبني بس ان الملفي مش عارفه ليه اللي على الوش ده مقرمش قوي 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 بزياده. نكمل واقول لكم ايه اكتر اختراع عجبني. نيجي بقى للكرواسون المربع. يعني احنا خلصنا من الكرواسون العادي ده وبعدين طلع لنا الكرواسون المدور، دلوقتي بقى الكرواسون المربع. يا لهوي ايه ده، صغيرين قوي. بص طلع صغير قوي، ده في الصوره باين انه كبير. تعالوا بقى ايه كده نحاول نقطعهم بالنص. دي بالكريمه والله يتقطع اهو. دي من جوه بالكريمه ودي بالنوتيلا. عايزه اقول لكم اللي بالكريمه ب50 جنيه واللي بالنوتيلا ب100 جنيه. يعني النوتيلا واقفه عليها لوحدها ب50، حتى مش هتتقطع يا اخي. بس حشينا نوتيلا كتير. ماشي، انا متفائله بام كريمه اكتر. تعالوا بسم الله. وليه الكرواسون ما بقاش غني زي زمان؟ فين طعم الكرواسون اللي بيضرب في النافوخ ده؟ فين الزبده يا جماعه؟ بصوا هو مورق من جوه ومفرغ كل حاجه بس هو ناشف شويه من بره، يمكن عشان هي صغيره فما بيتحمص زياده بيبقى ناشف شويه. الكريمه اللي جوه عامله زي البودنج الفانيليا كده، طعمها لذيذ. 50 جنيه بالنسبه لي، بالنسبه للاسعار اللي احنا فيها سعر يعني كويس، لكن 100 جنيه بقى مش هتكلم عن اسعارها. دي بقى طعمها عامل زي التوست بالنوتيلا بالظبط. لو جبت حته توست عليها حته نوتيلا هتدي نفس الطعم ده بالظبط. فانا بالنسبه لي لو اختار الكيوب كرواسون هيبقى اللي بالبودنج الفانيليا ده او بالوايت كريم. نشوف اللي بعده بقى. اكتر اختراع متفائله بيه بصراحه هو السويت بانز. اخترت نوعين، نوع بالشوكولاته ونوع بالفانيليا، الكريمه الفانيليا يعني والفراوله. حاجه كده شكلها بتلظ وتبظ وشكلها بيشهي بصراحه. اكتر واحده متحمسه ادوقها هي الستروبري سويت بان. بسم
بسم الله. لا دي متكلفه، دي متكلفه قوي قوي يعني. عجينه الدنش حلوه قوي، هشه وطريه، وواخده المربى المشمش الخفيفه الجميله بتاعتها من فوق، صبحه جدا فريش. الكريمه البيضه دي طعمها لذيذ قوي، بس هي عماله توقع في كل حته. الفراوله ميكس مع الكريمه مع الدنش من احلى الحاجات اللي دقتها بصراحه لحد دلوقتي. ده اكتر اختراع عجبني لحد دلوقتي. تعالوا ندوق اللي بالشوكولاته. هي شكلها برضو ايه، هتبظ في وشنا يعني. لا مليانه شوكولاته. طب تعالوا ندوقها بقى كده اهو. دي حكايه برضو، بس كميه شوكولاته رهيبه. اللي بيحبوا الشوكولاته هم اللي هيحبوا دي. انا عجبني قوي عجينه الدنش نفسها، لكن عجبتني اكتر الكريمه والفراوله. طب النهارده بصراحه، وانا مش عارفه صراحه لحد دلوقتي دي عجينه دنش ولا دي عجينه ايه بالظبط. حلوه قوي زي عجينه الدنش، في نفس الوقت طريه وهشه ومنفوشه كده. تعالوا نشوف اخر اختراع بقى، عشان الحلاوه ضربت في النافوخ. اخر حاجه هي بوله البروفيترول باللوتس والنوتيلا، ودي بوله تايني قوي، في بولات اكبر من كده. تعالوا ندوق بقى كده باللوتس. كنت افضل ان هم يعملوها بالكراميل احلى من اللوتس. انا بفضل الكراميل او التوفي احلى من اللوتس، بس تعالوا ندوق. بسم الله. حلو. نولا النهارده نصفتني في حاجتين، وهم اخر حاجتين على غير العاده يعني بتاعت نولا خالص. دايما نجيب الاختراعات تودينا في الاخر لمسلك مش كويس خالص. البروفيترول بتاعهم مظبوط، هش طعم البروفيترول المظبوط، محشي طبعا من جوه كريمه. طعم الصوص بتاع اللوتس حلو. تعالوا ندوق الشوكولاته. النوتيلا برضو طعمها لذيذ. ده ب85. بكده يكون اكتر اختراع عجبني النهارده، بما ان البروفيترول مش اختراع قوي اصلا في حد ذاته، معروف يعني من قديم الازل، هو السويت بان. سويت بان جميله جدا، ومتحمسه ان انا اجرب اصلا الانواع او الاطعمه بتاعتها تاني. في سولتة كراميل ومانجا وحاجات زي كده، ممكن برضو يبقوا طعمهم جميل، بس عجبني قوي طعم الفراوله والكريمه. الباقي بصراحه ما عجبنيش خالص، من اختراعات غريبه جدا يعني وغاليه اوفر بصراحه. بس كده لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك. اشوفكم حاجه ان شاء الله. باي باي.